تتفق أو تختلف معايا، النادي الأهلي النهاردة في مأزق كبير جدا من خلال طبعا المباراة الخامسة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام استاد أبيجان الإيفواري، طبعا في كوت ديفوار. المباراة اللي النادي الأهلي من المفترض أنه يحقق فيها الانتصار ولا شيء غير الانتصار، وده طبعا نظرا للموقف الصعب اللي النادي الأهلي موجود فيه من خلال ترتيب الأندية في مجموعة النادي الأهلي. وبالتالي النادي الأهلي ليس أمامه أي خيار سوى الفوز بالمباراة خارج الديار، بالإضافة كمان إلى أنه الصعوبة اللي وضعت النادي الأهلي في هذا الشكل أو هذا الظرف طبعا بتعود لأسباب كثيرة جدا وليست وليدة اللحظة. أهمها وأبرزها هو التعسف الإداري، أو ممكن نقول إنه نوع من أنواع الفشل الإداري في إدارة ملف الصفقات. والموضوع زي ما بقول إنه ليس وليد اللحظة، وده طبعا لأن النادي الأهلي بيعاني في ملف الصفقات بقاله أكتر من موسمين. عندك مشكلة كبيرة جدا في استقطاب مهاجم أجنبي يليق باسم النادي الأهلي، باستثناء طبعا صفقة أسامة أبو علي في يناير الماضي. بالإضافة كمان إلى أنك عندك مشكلة كبيرة جدا في استقطاب جناح يليق بالنادي الأهلي. وأخيرا كمان مع رحيل اللاعب الجنوب إفريقي الدولي بيرسي تاو إلى الدوري القطري وتحديدا إلى نادي قطر القطري، أنت في مشكلة كبيرة جدا. بتدخل مباراة فيصلية في الصعود لبطولة دوري أبطال أفريقيا للأدوار الإقصائية من خلال لاعبين محليين وبجناح واحد ألا وهو حسين الشحات. فالموضوع ممكن يمشي ازاي؟ النادي الأهلي طبعا قادر على المرور من هذه المحنة، ولكن يعني لا نغفل الأخطاء حتى نستطيع تصحيحها في أقرب المواعيد. مجلس إدارة النادي الأهلي يعني ستنتهي ولايته خلال العام الحالي. نتمنى يعني انه يسيبوا ذكرى جيدة لجمهور النادي الاهلي، ولان في تساؤلات كثيرة جدا قد تطرح خلال الفترات القادمة من خلال طبعا الامور اللي بتخص فريق الكورة في النادي الاهلي، سواء على مستوى الفريق الاول او على مستوى القطاعات. والموضوع ده هيكون محل إثارة جدل كبير جدا. فيا ترى إدارة النادي الأهلي هتكون حاسمة خلال يناير الحالي في تلبية احتياجات المدير الفني من خلال العناصر اللي هيتم استقطابها للفريق الأول، ولا هتكون شبيهة للمواسم الماضية؟ سيب لي رأيك في الكومنتات. النادي الأهلي النهاردة قادر يسيب علامة وذكرى إنه قادر يتخطى كل الصعوبات، ولا النادي الأهلي ممكن يتعثر مجددا في مشواره الأفريقي؟ شكرا.